وعشان بند السباكه من اهم بنود التشطيب، تعالى اقول لك على كام حاجه مهمه. بس قبل ما نخش في التفاصيل تعالى نتكلم عن الشرب. الشرب ده علامه بتكون على مسافه 1 متر من التشطيب، والرمز بتاع الشرب بيكون مثلث مقلوب، وفايدته انك تعرف تحدد مسافه كل حاجه منه، زي علب الكهرباء السفليه والعلويه، ودي لازم كلها تكون على نفس المستوى. والمفروض ان منسوب تشطيب المدخل يكون نفس منسوب تشطيب الشقه، والسباك بينقل منسوب الشرب ده جوه الشقه بميزان الليزر. في ناس ما تعرفش ان القعده ممكن يتعمل لها خلاط سخن وبارد، وده مش هيكلف كتير. قرر هتعمل نوع خلاط ايه لحوض المطبخ، يعني خارج من الحيطه ولا خلاط شجره، لان كل واحد ليه تاسيس مختلف. حدد السخانات كهرباء او غاز، لان بتوع الغاز بيبقى لهم شروط معينه. وبالنسبه لمواسير الصرف بنعملها بخامه اليو بي في سي، واشهر الماركات الشريف والحجاز. والمواسير دي ما بتتحملش الضغط، لان الميه فيها بتمشي مع الجاذبيه. وطول الماسوره بيكون حوالي 6 متر. مستوى مخرج صرف التكييف بيكون خلف الوحده وعلى شمال التكييف. والاهم انك تعمل حساب الجبسن بورد، لانه بيحتاج تقريبا من 35 ل 40 سم سقوط تحت الجبس. ضروري جدا انك تصور المطبخ والحمام صورة على موبايلك بعد التأسيس، عشان تعرف اماكن المواسير والوصلات بعد كده. ومن المهم جدا ان احنا نخلي مسار مواسير التغذية على ارتفاع 35 سم من مستوى التشطيب، وده هيساعدنا اننا نتجنب اننا نصيب مواسير التغذية اثناء تركيب الوحدات السفلية في المطبخ او وحدات الحمام. ومن الافضل ان تكون المواسير التغذية الخارجية تكون معزولة لونها اسود، وده عشان تتحمل الشمس والعوامل الجوية وما تتأثرش بحاجة. لازم وانت بتختبر ضغط المية جوه المواسير ان الوصلات كلها تكون مكشوفة، وده عشان لو في مشكلة تظهر على طول. وما تنساش تدخل عندنا على البروفايل علشان هتلاقي اكتر من فيديو بنطبق فيه النصايح دي في اكتر من سايت.